لو سمحت عايزه ايس قهوه تركي. شكلك ما اتعلمتيش حاجه من المره اللي فاتت. انت بتهزر بقى، مالها دي؟ تعالي لما اقول لك من الاول خالص بما انك في الضياع. القهوه بتتقسم ل3 انواع رئيسيه: اسبريسو والفلتر والتركي. اللي انت عايزه تشربيها ايس دي. طب وايه الفرق بينهم؟ التركي في الغالب بيبقى بلند من كذا نوع مسؤول عن الوش، نوع مسؤول عن الطعم، نوع مسؤول عن القوام. زي توليفه الصحبه مثلا بيبقى فيها بن، اندونيسي، هولندي، هندي شيري وكولومبي. بتبقى مطحونه طحنه ناعمه جدا، تعمل في الكنكه على نار هاديه، ما ينفعش تتعمل ايس. اما بقى الاسبريسو يبقى نوع واحد صح؟ لا في الغالب بيبقى بلند ومطحون طحنه خشنه عن التركي. زي اسبريسو سبيشال بيبقى بن برازيلي موجيانا وكولومبي، بيتعمل بالمكنه دي وبيتكبس بالتمر وبينزل عليه ميه سخنه بضغط عالي قوي. الشوت ده تقدري تعملي بيه اللي انت عايزاه. ايس ده هتلاقي خد هتتبسطي برضه. الفلتر بقى انا عارفاه. لا هقول لك برضه. الفلتر غالبا بيبقى نوع بن واحد، بيبقى مصقوع على ارتفاع معين في ظروف معينه، ولو اتغيرت حاجه بسيطه طعم وخصائص البن هيتغير. وكل نوع ليه حاجه اسمها نوتس، والنوتس دي بتبقى زي نكهات البن اكتسبها وهو في الثمره بتاعته قبل حتى ما يتحمص. وزي ما قلت لك المره اللي فاتت تقدري تعمليها باداه من الادوات دي، بس كل اداه طحنتها بتختلف عن الثانيه. قولي لي بقى تشربي ايه؟ اعمل لي اللي انت عايزه. اعمل لك ايس بلاتيه بما انك عايزه تشربي حاجه ايس. كتر خيرك والله. اتفضلي. بقول لك ايه، كل انواع البن اللي قلت لك عليها تقدري تطلبيها من على الويب سايت.